السلام عليكم. انا اسراء، عاملين ايه؟ اتمنى ان تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عباره عن طريقتي للعنايه بمنطقه حول العين من مشاكلها اللي هي الهالات السوداء او انتفاخ او اي حاجه. اول حاجه بس عايزه اتكلم الهالات السوداء قبل اقول اسبابها. ممكن تكون دي اسباب وراثيه، فلو هي اسباب وراثيه فهي ممكن تبقى صعبه شويه ان انتي تخففي، بس انتي ممكن ما تزوديهاش بالطريقه اللي انا هقول عليها دي. ممكن برضو ان بشرتك تكون جافة فعشان مش مترطبة كويس، فممكن ده يأثر على ان تظهر لك هالات سوداء. وممكن تكون ان انت بتقعدي على الموبايل او على يعني الكمبيوتر لفترة طويلة جدا. عشان تتخلصي من الهالات السوداء دي، ممكن تستخدمي زيت اللوز. زيت اللوز الحلو معروف جدا ان هو بيشيل الهالات السوداء، مفيد جدا، وهو بيرطب العين، بيرطب منطقة حول العين وبيقلل من الهالات السوداء. لو انت استخدمتيه كل يوم تدهنيه على عظمة الحاجب وعظمة الخد، ما تحطيش في كل عينك، يعني مش هيعمل قوي. اهم حاجة المنطقتين دول، وبعد كده تسيبيه الليلة كلها، وبعد كده تصحي الصبح وتغسلي وشك بعديه. دي انت ممكن اللي تستخدميها لوحدك وبس، بس انا اللي بعمله يعني ان انا برضو بستخدم الكريم ده من اوريفليم، من اوبتيمالز على ما اعتقد، وعاجبني جدا، مريحني. هو الترطيب انا يعني مش مستنية ان هو يخففني الهالات او الخطوط. يعني هو هنا كاتبين في الورقة ان هو بيقلل انتفاخ حول العين. دي ممكن بيعملها، ويعطي مظهر اكثر نضارة للعين ويضيء البشرة حول العين. لكن ما تستنيش ان هو لو عندك خطوط ان هو يقللها او يخففها. لا، هو بس مجرد ان هو ترطيب. انا بستخدمه كترطيب بس، مش كأي حاجة يعني. مش ان هو يقلل من الخطوط، لان الخطوط ما دام جاتلك يعني صعب جدا ان انتي تعالجيها طبيعي. يعني لازم تعملي اعتقد عملية تجميل، يعني بوتوكس او حاجة زي كده. ممكن بقى الحاجات الطبيعية التانية. بس الكريم ده، لحظة بس، الكريم ده انا بستخدمه قبل، ممكن تستخدميه قبل المكياج عادي. انا بستخدمه برضه قبل ما احط مكياج، علشان بس الكونسيلر ما يخططش وينشف. الكونسيلر ما ينشفش عليا، فهو حلو جدا ومش بيدهن. يعني في كريمات ممكن حوالين العين، ممكن في كريمات ترطيب يعني ممكن تدهن، بس لا ده حلو جدا، خفيف يعني، وعجبني وبستخدمه يعني صبح وليل بس. والكريم ده يعني تقريبا سعره، انا اشتريته ب40 جنيه بس. يعني فور فليم كل شهر الاسعار بتتغير، فمش عارفة ممكن تشتروه بسعر ايه بالظبط. بس هو عاجبني ومريحني، وفعلا بيقلل من الهالات. بيقللها لو استمريتي عليه، هو اللوز. انا بستخدم الاول الزيت، وبعد كده بستخدم الكريم ده بحطه عليه يعني قبل ما انام. بعد كده هنقول شوية حاجات طبيعية. يعني مجرد ان انت تقطعي خيار وتحطيها في التلاجة لمدة 20 دقيقة، وبعد كده تحطي الخيار ده على منطقة، يعني على عند الهالات السوداء تحت العين. ده الخيار مفيد جدا للهالات السوداء، ان هو بيقللها، ويعني مع الاستمرار ممكن يخفيها خالص. برضو من الحاجات برضو نفس اللي تأثر، يعني ممكن حاجات من البيت. هو البطاطس برضو نفس الحكاية، تقطعي بطاطس وبعد كده تحطيها في التلاجة لحد ما تسقع وتبرد، وبعد كده تحطيها على عينيكي برضو لأي فترة انت عايزاها، حتى يعني 5 دقايق أو 10 دقايق، الوقت اللي انت حباه. وبعد كده تشيليها، ولو استمريتي على البطاطس أو الخيار برضو هتقل الهالات السوداء. بس هو ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا اعجاب واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. انا اسراء، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.